السلام عليكم ورحمة الله. تعقيب سريع على اتفاق الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. هذا الاتفاق اللي أنا بوصفه اتفاق تاريخي، اتفاق تاريخي لسوريا وللمنطقة أيضا، على اعتبار أن الصراع اللي كان حاصل ليس صراع محدود بسوريا، بل هو صراع يشمل المنطقة عرقيا. أفضل ما في المشروع وفي هذا الاتفاق هو أن الاتفاق جاء سلمي لإنهاء حالة القتال الدائرة منذ عام 2016، منذ عام 2015 وليس 16. هذا الصراع بدأ في ريف حلب الشمالي وفي ريف دير الزور والحسكة عام 2014 أو 15 تقريبا. بدأ يتبلور هذا الصراع، تحول نوعا ما خلال فترات، أصبح سياق هذا الصراع هو سياق عرقي بين أكراد وعرب. للأسف كان سيجر مصائب كبيرة على صعيد المنطقة. الحمد لله الاتفاق جاء سلمي لإنهاء هذا الصراع، وهو ما سيضمن العيش المشترك لجميع مكونات هذه المنطقة. هذا الاتفاق تاريخي سينهي معاناة الكرد التي استمرت لأكثر من 50 عام. هذه المعاناة التي بدأت مع استلام حافظ الأسد للسلطة، عندما جرد الآلاف أو مئات الآلاف من السوريين من حقوقهم المدنية. أنا كنت طالبا في الجامعة قبل الثورة، لدي العشرات من الزملاء في كلية التربية مثلا لا يملكون هوية شخصية، هم من الكرد، يعتبروا كانوا في الدولة مكتومين، ليس لهم حقوق مدنية، يعني لا يستطيعون الحصول على أي امتيازات في الدولة. هذه الحالة استمرت وقامت الثورة، والمجتمع الكردي نوعا ما أخذ زاوية من البلد وحاول الحصول على حقوقه إلى آخره. وجرت هذه الصراعات الكثير من المشاكل والكثير من الأخطاء والكثير من الانتهاكات بحق الآلاف من الشعب السوري. الآن هذا الاتفاق أعتقد جازما أنه إذا تم تنفيذه بالشكل السليم سوف ينهي معاناة الأكراد، بأنهم يصبحوا حقيقة جزء من المكون السوري، يصبحوا من الشعب السوري. هم لم يكونوا سابقا من الشعب السوري، كان حافظ الأسد يعطيهم صفة المكتوم. الآن هم يستطيعون المشاركة، يستطيعون التعبير عن آرائهم، المشاركة السياسية، المحاصصة. لا يوجد الحمد لله محاصصة طبعا، لكن نتحدث عن المشاركة السياسية. يستطيع أن يكون رئيس سوريا القادم كردي، لا مشكلة. سابقا لم يكن لهم أي حقوق. هذه أعتبر أهم ميزات هذا الاتفاق. من أهم الأمور الجيدة في هذا الاتفاق حاليا أنه جاء لإنهاء مشروع التقسيم. نحن كنا على أبواب مشروع تقسيم سوريا، كانت ذروته منذ 6 من مارس قبل 4 أيام، عندما شن الآلاف من فلول نظام الأسد عمليات عسكرية في الساحل السوري. كان مشروعهم حسب يعني ما ضبط من وثائق وأدلة تركوها، أن هذا المشروع كان يهدف لإثارة 3 مناطق في سوريا، هي منطقة العلويين في الساحل، ومنطقة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق، ومنطقة الدروز في جنوب سوريا. هذه المناطق الثلاث تسعى بشكل موحد إلى يعني الخروج عن الدولة وسعيا لفرض واقع من التقسيم. هذا ما كان يحاول العمل عليه فلول نظام الأسد، لكن الحمد لله الطوائف في سوريا واعية، وهذا الاتفاق التاريخي دحض هذه الرواية ويعني أنهى هذا الحلم. حلم بيت الأسد كان بأنه يحكم سوريا بالصرماي مثل ما كانوا دائما يقولوا. خرجوا من سوريا، فسوريا عنده لازم تقسم، ما بصير تضل سوريا دولة موحدة. هذا المنطق الفاشي، هذا المنطق الإجرامي، هذا المنطق يعني لا يمكن وصفهم إلا بالخونة. وهدول يعني ما بعرف، يعني أعتقد أنه سن قانون النازية في ألمانيا هو من الجيد أنه يعني نأخذ نموذج ونطبقه بفلول الأسد. يعني أنت بعد ما خرجت من الحكم بمجازر وقتل وإلى آخره، تحاول حاليا جر سوريا التقسيم من خلال هذا المشروع الذي حدث قبل 3 أيام، والحمد لله فشل. الآن إعلان مظلوم عبدي بالاتفاق مع الدولة السورية هو أعتقد أنه
المرحلة قبل الأخيرة من مراحل إنهاء عملية التقسيم. بقيت فقط مرحلة السويداء، وهناك ترتيبات يعني قادمة في هذا الصدد إن شاء الله يفشل مشروع التقسيم. من أهم ميزات هذا الاتفاق أن المواطنين السوريين سيعودون لمنازلهم بدون أي مشاكل، بدون إهانات، بدون اعتقالات تعسفية. الآن يستطيع المواطنون العرب الذهاب لمنازلهم في محيط منبج، في حي الشيخ مقصود، في الحسكة، في دير الزور. يستطيع المواطنون الكرد العودة إلى منازلهم في أحياء حلب، في عفرين، في ريف حلب الشمالي، في مناطق كثيرة أيضا من الرقة وإلى آخره. كانوا قد خرجوا منها نتيجة الصراع المستمر منذ سنوات بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري الذي هو حاليا جزء أيضا من الجيش السوري. سابقا كل عمليات العودة لم تكن تحمل هناك ضمانات حقيقية، كونها اتفاقيات بين أطراف. الآن حاليا الدولة هي الضامن، والدولة هي تشمل جميع مكونات الشعب السوري. الآن تستطيع أن تقول أن هناك ضمان لأن الدولة هي تضمن. فأنا مستبشر بعودة كريمة لأهالي عفرين حاليا، وريف حلب الشمالي، والرقة، ودير الزور، والحسكة. عودة كريمة إلى بيوتهم، لأن الدولة ستكون ضامنة بهذا الموضوع. من أهم ميزات هذا الاتفاق كما قلنا أنها أنهت حربا سياسية كانت ستؤدي إلى حرب عرقية كبيرة في سوريا وفي المنطقة. هي صراع عربي كردي حاول الكثير تأجيجه وتحويله من الصراع السياسي إلى أو من الصراع المحلي إلى صراع عرقي أكبر وأشمل في المنطقة. طبعا هذا الصراع كان سيؤدي إلى يعني كوارث لو أنه أخذ الطابع العرقي بالشكل الذي أراده يعني من أراده. الحمد لله نستطيع القول أن المرحلة الخطيرة من مراحل التقسيم يعني تجاوزت الدولة السورية الصعوبات الكبيرة فيه. أصبحت هناك يعني بعض المشاكل الخفيفة. نستطيع أن نقول أن إسرائيل تحدي كبير الآن، لكن مع الاتفاق ضمن مكونات الشعب السوري لا يوجد أعتقد تهديد حقيقي من إسرائيل. إسرائيل تعول على بعض المكونات. أعتقد انضمام قسد إلى الدولة السورية سيشكل ضربة قاسمة لهذا المشروع. الدروز أيضا أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص من أصحاب العقل، طبعا من شيوخ العقل في الطائفة الدرزية، من سيوقف أيضا محاولة بعض الأشخاص بعزل هذا المكون عن سوريا. بشكل عام أعتقد أنه إيجابي هذا الاتفاق بكل جوانبه، ينهي الصراع في سوريا. لأول مرة في سوريا نرى معارضة موحدة كما كانت سابقا يعني معارضة. نحن وقوات سوريا الديمقراطية كنا الطرفين الأساسيين الموسومين بمعارضة نظام الأسد ومعارضة هذه الفئة المجرمة. لم نشهد أي توحد أو أي يعني مواقف مشتركة، أجسام مشتركة، إلا باستثناء هذا الاتفاق الذي إن شاء الله يكون إنهاء لهذا الصراع وهذا الخلاف، ويكون بداية نهاية مرحلة التدخل الدولي في سوريا. التدخل الدولي في سوريا قائم بفعل وجود يعني مكونات مختلفة. سابقا كنا نحن الثوار في الشمال، قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق، نظام الأسد في وسط سوريا، الدروز في الجنوب. كل طرف لديه أصدقاء ولديه حلفاء. الآن حال الدولة السورية بعد هزيمة بشار الأسد وأنصاره من المجرمين، أعتقد أن هذه الحالة يجب أن تنتهي وتكون الدولة هي صاحبة العلاقات فقط مع الخارج. لا يسمح لأي يعني طرف، لا نحن في مناطق الشمال السوري أهل ريف حلب الشمالي وأهل إدلب يكون لنا علاقات خاصة، ولا الكرد يكون لنا علاقات خاصة، ولا العلوية ولا الدروز ولا الحلبية ولا حدا. كلنا جميعا تحكمنا مظلة الدولة السورية. لا فرق لعربية إلا عجمي إلا بالتقوى، هذا في الدين، ولا فرق لسوريا عن آخر إلا في يعني إلا بحال أخل بهذا الشرط.
ومش من نحسن نقول إن شاء الله مبروك هذا الاتفاق، وعلى قبال إن شاء الله مثل ما بقولوا اتفاق أيضا في السويداء. طبعا في السويداء لا يوجد هذه الحالة من يعني الانعزال عن الدولة، لكن يعني هناك ملابسات بسيطة أعتقد أنه خلال الأيام القادمة سوف تنتهي، ونفرح بسوريا موحدة بدون تدخلات خارجية إن شاء الله. والسلام عليكم.